السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس خلود طه، وانت هنا في منصة اديونور. خدنا الدروس اللي فاتت، اخدنا الاتجاهات وازاي انا بجيبها، زي اتجاه ان انا بجيبه من الشمس ده اتجاه الشرق، وان انا بجيب من النجوم ده اتجاه الشمال. خدنا الاتجاهات الاصلية والفرعية، اخدنا العناصر اللي في الخريطة وازاي انا اقدر افهم الخريطة من خلال مثلا مفتاح الخريطة، عنوان الخريطة، وردة البوصلة. كل ده احنا اخدناه. كمان اخدنا تطور الخريطة وازاي عندي الخريطة دي جت وخلتها بالشكل اللي موجود دلوقتي، زي خريطة مصر اللي موجودة دلوقتي، وقلت لك ازاي الخريطة كانوا بيعملوها زمان وازاي هي بقت موجودة دلوقتي، وايه اللي خلاها موجودة عندي بدقة، زي ما قلنا انه بقى عندي نظام اللي هو تحديد المواقع العالمي، واللي هو ده الGPS. تعالى معايا بقى، هاخدك في رحلة للدرس الرابع، واللي هو مصادر جمع المعلومات. أول حاجة لازم أعرف يعني إيه كلمة مصدر. مصدر يعني إيه؟ بص يا سيدي، مصدر يعني منبع. يعني ايه برضه يا ميس؟ انا مش فاهم الكلمه دي. هقول لك مثلا ان انت في بيتك ماشي، لو انت رايح المدرسه والميس سالتك انت جاي منين، انا جاي من البيت، اذا البيت ده هو ايه؟ هو المصدر. لو الميه قلت لك الميه بتيجي منين، الميه بتيجي من نهر النيل، اذا الميه دي هي ايه؟ هي مصدر نهر النيل، هو مصدر للميه، يبقى اذا نهر النيل هو مصدر للميه. لو مثلا هنا انت اتعلمت في جامعة معينة، وعلى أساس الجامعة دي أنت اتخرجت منها واشتغلت، طيب هيقولك أنت اتعلمت فين؟ هتقوله مثلا في جامعة اسكندرية، يبقى جامعة اسكندرية دي بالنسبة لك إيه؟ مصدر. يبقى المصدر ده يعني إيه؟ يعني المكان اللي أنت بتجيب منه المعلومة بتاعتك أو اللي أنت جاي منه، يبقى هو ده المصدر، المكان اللي أنت جايب منه المعلومة بتاعتك أو المكان اللي أنت جاي منه، ده كده المصدر. طيب ما تيجي نشوف مصادر جمع المعلومات. مصادر جمع المعلومات يعني هنا انت لو جايب لي معلومة فانت جايبها منين؟ يعني وليكن مثلا تقول لي يا ميس ده قناة السويس الجديدة دلوقتي بيقولوا ان هم ولا ليها اي فايدة. مين اللي بيقولوا؟ جبت الخبر منين؟ يا ميس ده بيقولوا ان في عالم تاني موجود تحت الاهرامات. مين اللي بيقول؟ جبت معلوماتك منين؟ يا ميس ده في مظاهرات. عرفت منين؟ جبت المعلومات دي منين؟ يا ميس ده سعر الدولار هيرخص. طبعا كلنا نتمنى كده، بس جبت برضو المعلومة دي منين؟ احنا مش عارفين ان انت جبت معلومتك منين. فعشان انت تجيب معلومة والمعلومة دي تعرف اذا كانت صح ولا غلط، لازم تعرف الاول ايه مصدرها. يعني انت جايبها منين؟ مثلا يقول لي يا ميس ده في عالم تاني تحت الاهرامات. مين اللي قال كده؟ تيك توك يا ميس. بس يا حبيبي بس، ما ينفعش ان انا اعتمد على اي وسائل من السوشيال ميديا واجيب بيها خبر واقول ان الخبر ده صح. ليه؟ لان بيبقى عندي اشاعات كتيرة جدا موجودة، سواء على الفيسبوك، على الواتس، على التيك توك، على انستجرام، على اي حاجة من الحاجات دي. انا بلاقي عليها اشاعات كتير جدا، وبلاقي عليها كلام كتير جدا، منه الكلام الصح ومنه الكلام الغلط. فبالتالي لازم ان انت هتعمل ايه؟ انت هترجع لمصدر المعلومة الصح. يعني مثلا ان في عالم تاني تحت الاهرامات، طيب تأكد انت المعلومة دي ازاي؟ وده اللي هيفرق لي بقى ما بين المصادر الاولية والمصادر الثانوية. قالك ان انا عندي هنا، لو جيت قلت لك زي ما قلنا من شوية ازاي بنينا الاهرامات، طب ازاي الفراعنة كانوا عايشين في الماضي اللي هم المصريين القدماء؟ طيب لو انا جيت قلت لك مثلا ان زمان ما كانوش بيعملوا حاجه غير انهم بيدوروا على اكل وشرب ولبس، دي الحاجه الوحيده اللي هم كانوا بيدوروا عليها، وان هو دايما التنقل. طيب انا جبت المعلومات بتاعتي دي منين؟ وايه اللي عرفني ان المعلومه بتاعتي هي الصح وان في معلومات تانية غلط؟ ده بقى اللي هيجيني على المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. تعالى نعرف ازاي مثلا عاش الاجداد في الماضي، ازاي مثلا حصل تاريخ الامم السابقه، يعني مثلا حرب اكتوبر حصلت ازاي وليه وايه سببها وايه نتيجتها. حرب اكتوبر اللي هي كانت فيها اسرائيل محتله شبه جزيره سيناء، تمام. طيب نعرف مثلا مواقع المدن والبلاد، المكان ده مكان البلد دي فين، تمام. فبالتالي انا عايز اعرف كل المعلومات دي، ازاي عاش الاجداد، ازاي تاريخ الناس زمان كانوا عاملين ازاي، مواقع المدن، المدن دي كانت فين بالظبط. طيب كل ده انا هعرفه منين؟ من نوعين من المصادر، مصادر اوليه ومصادر ثانويه. مصادر اوليه ومصادر ايه؟ ثانويه.
قال لك ان المصادر الاوليه دي مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث. مصادر اتسجلت امتى؟ في نفس زمن وقوع الحدث. مصادر اتسجلت امتى؟ في نفس زمن وقوع الحدث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما كان الحدث ده بيحصل اتسجلت. وليكن مثلا صوره انت تصورتها مع عيلتك لما خرجتوا، فاذا الصوره دي هي مصدر اسمه مصدر اولي. يعني ايه؟ يعني المصدر ده اتصور نفس زمن وقوع الحدث في نفس وقت الخروجه. طب لو انت كده اتصورت مع عيلتك بس بعدها بفتره مش في نفس الخروجه، يبقى اذا الصوره دي مش مصدر اولي. لو جيت لك مثلا قلت لك مثلا صوره عندي ل بتاع ده، هجيبها صوره لبناء قناه السويس. إذا الصورة دي هي مصدر إيه؟ قال لك إن الصورة دي هي مصدر أولي. طب ليه هي مصدر أولي؟ لأن الصورة دي اتصورت في نفس وقت البناء بتاع قناة السويس. طيب لو أنا جبت لك صورة بعد بناء قناة السويس، يعني صورة هنا خلال بناء قناة السويس وصورة تانية بعد بناء قناة السويس، ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ قال لك ان الفرق ما بينهم واحده اتصورت في نفس زمن وقوع الحدث والثانيه اتصورت في بعد فتره طويله من وقوع الحدث. يبقى المصادر الاوليه هي ايه؟ مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث. مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث، بس هي هلاقي ان صعب ان انا احصل عليها. يعني ايه؟ يعني هي موجوده بس لازم ان انا اتعب شويه عشان ادور عليها. يبقى المصادر الاوليه هي ايه؟ مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث. مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث ولكن يصعب الحصول عليها. يصعب الحصول ايه؟ عليها. يبقى هي مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث ولكن يصعب الحصول عليها. يصعب الحصول ايه؟ عليها. طب زي ايه؟ قال لك ان انا عندي زي 4 حاجات. الاثار اللي هي التماثيل. النقوش الأثرية، لو مثلا بتروح المعابد زي المعابد اللي في أسوان هتلاقي على جدران المعابد بتاعتها في نقوش كده. طب يا ميس النقوش دي بترمز لإيه؟ هنا هي بترمز لحاجات أثناء حياة المصري القديم زمان. يعني بتشاور لي على حاجات المصري القديم بيقول لك كان عايش ازاي زمان. فهنا ده كده مصدر أولي. ليه؟ لأنه اتكتب في نفس زمن وقوع الحدث. البرديات دي احنا قلنا ان المصريين القدماء كانوا بيكتبوا على ورق اللي هو ورق ايه؟ ورق البردي. فلما كتبوا على ورق البردي كتبوا في نفس زمن وقوع الحدث. يبقى البرديات مصدر أولي. كتابات المؤرخين دول اللي هم بيألفوا الكتب دول برضو مصادر أولية. ليه؟ لأنها اتكتبت في نفس زمن وقوع الحدث. اتكتبت في نفس زمن وقوع ايه؟ الحدث. تمام؟ يبقى أنا كده المصادر الأولية عندي زي ايه؟ آثار. الآثار دي زي عندي مباني تماثيل الأدوات. زي عندي ايه؟ مباني تماثيل الأدوات. زي ايه؟ مباني تماثيل أدوات. زي ايه؟ مباني تماثيل أدوات. زي ايه؟ مباني تماثيل أدوات. مباني وتماثيل وأدوات. نقوش أثرية. طيب النقوش الأثرية دي اللي هي الحاجات المنقوشة زي إيه؟ زي مثلا صور، زي كتابات، زي الرموز المحفورة على الحجر. يبقى النقوش الأثرية دي زي إيه؟ صور، كتابات، رموز محفورة على الحجر. يبقى النقوش الأثرية زي إيه؟ صور وكتابات والرموز المحفورة على الحجر. طب الآثار زي إيه؟ زي مباني تماثيل أدوات. زي إيه؟ مباني تماثيل أدوات. زي إيه؟ مباني تماثيل أدوات. طب النقوش الأثرية زي إيه؟ صور، كتابات، رموز محفورة على الحجر. زي إيه؟ صور، كتابات، رموز محفورة على الحجر. زي إيه؟ صور، كتابات، رموز محفورة على الحجر. طيب كتابات المؤرخين، يعني هنا كتابات المؤرخين الناس اللي بتألف كتب. بس خلي بالك المؤرخين دول لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا عصروا الحدث، يعني عاشوا الحدث نفسه. لو واحد كتب عن قناة السويس أثناء بنائها، يعني في خلال الفترة اللي هي بتتبنى فيها، ده معنى كده ان كتابة المؤرخ ده مصدر اولي. طب لو جه كتب عن قناة السويس بعدها ب20 سنة واحد تاني اللي كتب عليها، يبقى كده ده مصدر ايه؟ ده كده مصدر ثانوي اللي احنا هنيجي كمان شوية. يبقى المصدر الاولي لازم اكون عشت الحدث نفسه. المصدر الاولي لازم اكون ايه؟ لازم اكون عشت الحدث نفسه. يبقى كتابات المؤرخين اللي هم انهي شرط اساسي يكونوا انهي؟
الناس اللي هم عصروا الحدث. يبقى المؤرخين اللي هم انهي؟ الناس اللي هم عصروا ايه؟ الحدث. يعني ايه عصروا الحدث؟ يعني عاشوا الحدث. يبقى عصروا الحدث يعني ايه؟ عاشوا الحدث. يبقى عصروا الحدث يعني ايه؟ عاشوا الحدث. طيب البرديات قلت لك كانوا بيكتبوا على ورق البردي، والبرديه دي ما كانش مجرد ورق وبيتقطع وبيترمى زي ما احنا بنعمل دلوقتي، لا، ده البرديات دي كانوا بيستخدموها، بيعملوا فيها ايه؟ كانوا بيسجلوا عليها كل حاجه ليها علاقه بحياه المصري القديم. فكان عندي ورق البردي ده استخدموه ليه؟ لو انا قلت لك هنا ان الورق ده استخدمه المصريين القدماء، وحطيت لك سؤال بما تفسر استخدم المصريين القدماء ورق البردي ليه؟ عشان هنا يسجلوا اخبارهم وكمان يسجلوا احداث حياتهم، يسجلوا اخبارهم وكمان يسجلوا احداث ايه؟ حياتهم، يسجلوا احداث ايه؟ حياتهم، يسجلوا احداث ايه؟ حياتهم. طيب عندي هنا كمان يعني هلاقي عندي هنا كمان هلاقي ورق البردي ان هو كان بيتزرع او بينمو بيطلع يعني على ضفاف نهر النيل. كان بيطلع على ايه؟ على ضفاف نهر النيل. يبقى انا كده هلاقي ورق البردي ابتكر المصريين القدماء ده كان بيطلع على ضفاف نهر النيل، ده كان بيطلع على ضفاف نهر النيل. طب يا ميس، هو ورق البردي ده كان بيتزرع ولا بيتصنع؟ هقول لك لا، انه ده كان بيتزرع. يعني ده عامل شبه ورق الشجر، بس هو اقوى من ورق الشجر. حتى في قريه معينه موجوده في مصر، القريه دي متخصصه اصلا في زراعه ورق البردي ده اللي هو شبه ورق الشجر. طيب هم اخدوه استخدموه ليه؟ عشان يسجلوا اخبارهم واحداثهم، عشان يسجلوا اخبارهم وايه؟ واحداث حياتهم. يعني مثلا هلاقي ان انت لو عايز تسجل حاجه، عايز تسجل مثلا ميعاد درس، فانت هتروح جايب النوت بتاعتك وهتقعد تكتب ميعاد الدرس يوم الخميس مثلا الساعه 3. هم بقى كانوا بيعملوا كده. لو انت مثلا زعلان وعايز تعبر عن حاجه جواك، فهتعمل ايه؟ ممكن ان انت تجيب ورقه وتقعد تكتب فيها كل اللي حصل النهارده وضايقك، وممكن تكون مثلا بتكتب النوت بتاعتك بشكل يومي. فبالتالي هم برضو كانوا بيعملوا كده، كانوا بيسجلوا احداث حياتهم على ورق البردي. يبقى المصادر الاوليه هي مصادر اتكتبت امتى؟ في نفس زمن وقوع الحدث. يبقى المصادر الاوليه هي مصادر اتكتبت امتى؟ في نفس زمن وقوع الحدث. في نفس زمن وقوع ايه؟ الحدث. في نفس زمن وقوع ايه؟ الحدث. في نفس زمن وقوع ايه؟ الحدث. يبقى كده مصادر اتكتبت في نفس زمن وقوع الحدث. مصادر اتكتبت في نفس زمن وقوع الحدث زي ايه؟ نقوش، آثار ونقوش أثرية، آثار ونقوش أثرية، مؤرخين، برديات، مؤرخين، برديات. مؤرخين ده قصدي بيه ايه؟ كتابات المؤرخين. مين اللي هم المؤرخين دول؟ المؤرخين دول اللي هم مؤلفين الكتب، يعني كتب التاريخ، كتب التاريخ أو أي كتاب، ولكن لازم تكون عملت إيه؟ لازم تكون عصرة الحدث. يبقى آثار ونقوش أثرية، كتابات مؤرخين، برديات. قلنا آثار دي زي إيه؟ زي مباني، زي تماثيل، زي أدوات. النقوش الأثرية زي النقوش على جدران المعابد. طيب كتابات المؤرخين زي مين؟ زي مثلا قلت لك واحد كتب عن قناة السويس بس في نفس الوقت اللي اتبنى فيها، يبقى كده دي اسمها ايه؟ كتابات مؤرخين. بس لازم نكونوا ايه؟ عصروا الحدث، لازم يكونوا ايه؟ عصروا الحدث. برديات، البرديات دي اللي هي الكتابة على ورق، اللي هو ورق ايه؟ ورق البردي، اللي هو الكتابة على ورق اسمه ورق ايه؟ ورق البردي. ابتكروا المصريين ليه؟ عشان يسجلوا الأحداث والأخبار بتاعتهم. يبقى ابتكروا المصريين القدماء ليه؟ عشان يسجلوا بيه الأحداث والأخبار بتاعتهم. كان بينمو على ضفاف نهر النيل، كان بينمو على ضفاف نهر النيل. دي كده عندي المصادر الأولية. طيب تعالى هنا نقول مثلا المصادر السنوية بقى. قال لك ان المصادر السنويه دي اتسجلت امتى؟ اتسجلت بعد فتره من وقوع الحدث. يبقى هي مصادر اتسجلت امتى؟ بعد فتره من وقوع الحدث. بعد فتره من وقوع ايه؟ الحدث. بعد فتره من وقوع ايه؟ الحدث. وغالبا ان انا بعتمد على المصادر الاوليه، والمصادر دي سهل ان انا احصل عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عايز بحث عن الاهرامات، هتعمل ايه؟ هتفتح جوجل عايز بحث عن الاهرامات. اذا النت اللي عندك ده هو مصدر ايه؟ اولي ولا ثانوي؟ النت ده هلاقي فيه المصدرين، مصدر اولي والمصدر الثانوي. طيب لو جبنا كتاب عن الاهرامات، الكتاب ده اتعمل سنه 2020، ولو جبنا كتاب تاني عن الاهرامات قلت لك ان هو اتعمل في نفس زمن بناء الاهرامات، مين فيهم اولي ومين فيهم ثانوي؟
الكتاب اللي اتكتب في نفس وقت بناء الاهرامات، طبعا مفيش كتب برديات يعني، هو ده المصدر الاولي، واللي اتكتب بعد فتره هو ده المصدر الثانوي. تمام؟ يعني مثلا هنا انا لو جيت كتاب في الفقه او السنه، كتاب في الدين، تمام، والكتاب ده بيكتب حاجات كتير، وليكن مثلا بيقول لك ان ترك الصلاه حرام، وان الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد عند الله. طيب انا عرفت منين ان كلام الراجل ده صح؟ هيعمل ايه مؤلف الكتاب ده؟ ما هو مؤلف جديد بقى، فالمصدر بتاعه مصدر ثانوي. هيروح مثلا جايب لك ايات من القران، ويقول لك ويجيب لك احاديث قالها الرسول عليه الصلاه والسلام. فكده انا عندي ان هو رجع لمصادر ايه؟ اوليه. ليه رجع لمصادر اوليه؟ لان المصادر الثانويه بتاعته اتكتبت امتى؟ بعد فتره من زمن وقوع الحدث. يبقى المصادر الثانويه بتاعتي اتكتبت بعد فتره من زمن وقوع الحدث. يبقى المصادر الاوليه اتكتبت امتى؟ بعد فترة من زمن وقوع الحدث. بعد فترة من زمن وقوع ايه؟ الحدث. وغالبا ان انا لما اكتب مصدر ثانوي غالبا ان انا برجع لمصادر اولية. غالبا ان انا برجع لمصادر ايه؟ اولية. يبقى غالبا ان انا برجع لمصادر ايه؟ اولية. يبقى هي مصادر اتسجلت، والمصادر الاولية برضه اتسجلت، ولكن الثانوية اخدتها امتى؟ بعد وقوع الحدث بفترة زمنية. بعد وقوع الحدث بفترة زمنية. بعد وقوع الحدث بفترة ايه؟ زمنية طويلة. بعد وقوع الحدث بفترة ايه؟ زمنية طويلة. بعد وقوع الحدث بفترة ايه؟ زمنية طويلة. غالبا ما برجع للمصادر الأولية. غالبا ما برجع للمصادر ايه؟ الأولية، وسهل ان انا احصل عليها. يبقى غالبا برجع للمصادر ايه؟ الأولية، وسهل ان انا احصل عليها. يبقى غالبا برجع للمصادر الأولية، وسهل ان انا احصل عليها. وسهل ان انا ايه؟ احصل عليها. تمام كده؟ تمام. طيب المصادر الثانويه بقى زي ايه؟ قال لك زي المقالات. يعني ايه المقالات؟ لو انت هنا بتشتري جورنال مثلا، او جورنال اللي انت بتفرشه عليه الاكل عشان تاكله، فالجورنال ده بيكون فيه كلام مكتوب. الكلام ده مثلا بيقول لك ان الاسعار هتزيد. فاذا المقالات دي هي عباره عن مصدر ايه؟ ثانوي. هي عباره عن مصدر ايه؟ ثانوي. الكتب والموسوعات. الكتب زي ما قلت لك عندك الكتاب ده، في كتب اتكتبت في نفس زمن وقوع الحدث، والكتب لازم تكون هنا اتكتبت امتى؟ بعد فترة من وقوع الحدث. يبقى لازم عشان اقول ان الكتاب او الموسوعه دي مصدر ثانوي لازم يكون اتكتب امتى؟ بعد فتره من وقوع الحدث. بعد فتره من وقوع الحدث. والافلام التاريخيه، لو انا مثلا جيت لك وعملت لك فيديو بالاي اي، الفيديو ده بيتكلم لك مثلا عن طريقه بناء الاهرامات، تمام؟ لو انا اتكلمت لك عن مثلا، اتكلمنا عن حرب اكتوبر. طيب لو مثلا جبت لك فيديو وقلت لك ان انا بتكلم على مصر قديما، تمام؟ والفيديو ده انا جيت عملته بايه؟ انا جيت عملته مثلا بالاي اي، او جبت ناس تمثل وعملتها، وعملت الفيلم ده او عملت القصه دي. زي مثلا ان انا هلاقي فيلم بيحكي قصه حياه ممثل مطرب، يبقى الفيلم ده او الافلام التاريخيه دي هي مصدر ايه؟ مصدر ثانوي. ليه هي مصدر ثانوي؟ لان احنا طبعا وقت الاهرامات احنا ما كناش موجودين، وقت مثلا حرب اكتوبر ما كناش موجودين، مصر قديما ايام الفراعنه، ايام الاحتلال الانجليزي مثلا احنا ما كناش موجودين. يبقى اذا الافلام التاريخيه هي مصدر ثانوي. اذا الافلام التاريخيه هي مصدر ايه؟ ثانوي. يبقى مصادر ثانويه زي ايه؟ مقالات. ايه المقالات دي؟ الارتكل بيبر او الجورنال اللي انت لو حد فيكم بيقراه يعني، دي اسمها مقالات. الكتب والموسوعات، اي كتاب عندك هو مصدر ثانوي، لكن شرط ان هو يكون اتكتب بعد فتره من وقوع الحدث. شرط ان يكون اتكتب بعد فتره من وقوع ايه؟ بعد فتره من وقوع الحدث. والافلام التاريخيه، والافلام التاريخيه يبقى مصادر ثانويه. يبقى مصادر ثانويه. مقالات، كتب وموسوعات، افلام تاريخيه. مقالات، كتب وموسوعات، افلام تاريخيه. لازم تكون اتكتبت امتى؟ في نفس الوقت ولا بعد فتره؟ لا طبعا بعد فتره. يبقى لازم تكون اتكتبت امتى؟ في نفس الوقت ولا بعد فتره؟ لا طبعا بعد فتره من وقوع الحدث، عشان اقول لك ان ده مصدر ايه؟ مصدر ثانوي. طيب لو اولي لازم تكون اتكتبت امتى؟
في نفس زمن وقوع الحدث. يبقى لو اولي لازم تبقى اتكتبت امتى؟ في نفس زمن وقوع الحدث. طب زي ايه؟ افتكر معايا عشان دماغك ما تسحش. زي عندي برديات ونقوش اثريه، برديات ونقوش اثريه، برديات ونقوش اثريه واثار، برديات ونقوش اثريه واثار، وايه كمان؟ افتكر معايا كده، وايه كمان؟ تعالى كده نرجع لها واقول لك وايه كمان. يبقى هما مين عندي؟ الكتابات المؤرخين. يعني احنا بص لما طلعنا للمصدر الاولي قلنا ان من ضمن المصادر الاوليه ادي عندي اهو مصدر اولي، تمام. قلت ان من ضمن عندي المصادر الاوليه كتابات المؤرخين، وعندي برضو من ضمن المصادر السنوية الكتب. ما المؤرخ ده بيكتب كتاب، والكتب دي برضو بتتكتب من خلال مؤلف. طيب انا ايه اللي عرفني بقى ان ده مصدر اولي وايه اللي عرفني ان ده مصدر ثانوي؟ قال لك ان انا مصدر اولي لان المؤرخ ده عاش الحدث نفسه. طيب مصدر ثانوي، مصدر ثانوي لان عندي ده كتب نفس الحاجة بعد فترة من وقوع الحدث. يبقى كتب نفس الحاجة بعد فترة من وقوع الحدث. يبقى كده مصادر أولية هي مصادر اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث. زي ايه؟ برديات، آثار، نقوش أثرية، كتابات المؤرخين. برديات، آثار، نقوش أثرية، كتابات المؤرخين. طيب مصادر ثانوية هي مصادر اتكتبت امتى؟ بعد فترة من وقوع الحدث. بعد فترة من وقوع الحدث. قول ورايا، تمام. بعد فترة من وقوع ايه؟ الحدث. طب زي ايه؟ كتب عندي وموسوعات، بس لازم تكون كتب دي اتكتبت امتى؟ بعد فترة من وقوع الحدث. طب لو كتاب اتكتب في نفس الفترة، لو في نفس الفترة كده هيبقى مصدر أولي. يبقى لو في نفس الفترة كده هيبقى مصدر ايه؟ أولي. تمام كده؟ دي كده الكتب والموسوعات. وعندي كمان أفلام تاريخية. أفلام ايه؟ تاريخية، يعني أنا بحكي عن حاجة زمان حصلت وكتبت عنها فيلم وعملت عنها حكاية ورواية. تمام كده؟ دي كده عندي المصادر السنوية. تمام؟ حلو الكلام؟ فرقنا ما بين المصادر الأولية والثانوية. إذا حضرتك عشان تجيب معلومة وعشان تعرف الناس زمان كانت عايشة إزاي وعشان تتأكد إن معلومتك دي صح ولا غلط، لازم تجيب المعلومة بتاعتك من المصدر الأولي أو المصدر الثانوي. وغالبا لما أنت بتروح لمصدر ثانوي لازم إن أنت هتستعين بمين؟ لازم إن أنت هتستعين بمصدر أولي. طب قول لي بقى مين اللي أصعب في الحصول؟ المصادر الأولية ينفع أحصل عليها ولا المصادر الثانوية هي اللي ينفع أحصل عليها؟ أنهي واحدة فيهم؟ هو يا ميس الاتنين ينفع إن أنا أحصل عليهم عادي، ولكن المصادر الثانوية هي اللي أسهل في الحصول عليها. هي اللي أسهل فين؟ هي اللي أسهل في الحصول عليها. تمام؟ يبقى هي اللي أسهل فين؟ هي اللي أسهل في الحصول عليها. طيب ليه يا ميس هي سهله؟ لان انت هتلاقيها في اي مكان. يعني مثلا هنا كتب، مكتبه اسكندريه مليانه كتب، في مكاتب كتيره في مصر مليانه كتب. لو مش مكتبه اسكندريه مكتبه مدرستك مليانه برضو كتب. المقالات، الجورنال مفيش اكتر منه بيتباع في الشارع. الافلام التاريخيه طبعا انت لو كتبت فيلم اي حاجه على جوجل هيطلع لك 500 فيلم. لو انت عايز فيلم عن الفراعنه هيطلع لك مليون فيلم عن الفراعنه. لو انت عايز فيديو عن بناء الاهرامات هيطلع لك مليون فيديو عن بناء الاهرامات. فبالتالي هنا كل الحاجات دي طالما سهله ثانويه، يبقى طالما سهله ثانويه. بس هي لو انا بكتب مصدر هنا، انا بكتب كتاب، الكتاب ده اتكتب بعد فترة من وقوع الحدث. لو أنا بكتب كتاب، الكتاب ده بعد فترة من وقوع الحدث، تمام، يبقى المصدر بتاعي هو مصدر ثانوي. ولازم أرجع للمصادر إيه؟ لازم إن أنا أرجع للمصادر الأولية. لو أنا بكتب دلوقتي على الأهرامات اللي بقالها أصلا 7000 سنة، يبقى كده أنا لازم أجيب كل معلوماتي صح. إيه اللي هيأكد لي إن كل معلوماتي صح؟ إني هستعين بمصادر أولية. طبعا المصادر الأولية صعب الحصول عليها لان هي مش موجوده في اي مكان، والمصادر الثانويه سهل الحصول عليها. لو انا هنا عايزه اميز ما بينهم هما الاثنين، عايزه اميز اذا كان ده مصدر اولي ولا ثانوي، هعتمد على ايه؟ هعتمد على الزمن. هعتمد على ايه؟ الزمن. ماله الزمن ده؟ قال لك ان الزمن ده، زمن انتاج المصدر ده، هو اللي هيخليني اعرف اذا كان المصدر ده اولي ولا ثانوي. لو كتب في نفس الوقت اولي، لو كتب بعد فتره ثانوي. يبقى لو كتب في نفس الوقت اولي، لو كتب بعد فتره ثانوي. يبقى كده لو اتكتب
في نفس الوقت اولي، بعد فتره ثانوي. لسه قايله لك فوق من شويه ان الكتب دي او كتابات المؤرخين ممكن تبقى اولي وممكن تبقى ثانوي. هعرفها منين اذا كان ده اولي ولا ثانوي؟ هعرفها من زمن وقوع الحدث. هعرفها من ايه؟ زمن وقوع الحدث. لو اتعملت في نفس الوقت فبالتالي هي اولي، لو اتعملت بعد فتره، بعد الحدث بفتره، فبالتالي هي مصدر ثانوي. طيب عندي هنا ليه مهم عندي يكون في مصادر جمع للمعلومات؟ يعني ليه مهم يكون في مصادر أولية وثانوية؟ واللفة اللي أنا بعملها دي، هو أنا يا ميس هستفيد إيه لما أعرف المصادر الأولية والثانوية؟ هقول لك إن المصادر الأولية والثانوية دي بتساعدني في 3 حاجات. طب مين هما ال3 حاجات دول؟ أول حاجة بحصل على معلومات شاملة، يعني أنا باخد المعلومة كاملة، وكمان المعلومة بتكون دقيقة عن الحدث والأماكن. ميس طب ما أنا ممكن أستخدم جوجل، ده أنا ممكن أستعمل شات جي بي تي، ده أنا ممكن أستعمل الجيميناي، ممكن أستعمل كل السوشيال ميديا عشان تعرفني المعلومة بتاعتي. هقول لك إن لا، أنا ما ينفعش أستخدمه. ليه؟ لأن مش كل الكلام الموجود زي ما قلت لك أول الحصة على السوشيال ميديا هو بيكون الكلام الصح. فبالتالي لازم هرجع للمصادر اللي هي موثوقة، اللي هي معلومة جاية منين؟ جاية من مصدر أكيد. تمام؟ يبقى هنا أول حاجة ليه مهم؟ يعني أنا هنا أقول لك بما تفسر، سؤال كده أحطه لك وأقول لك بما تفسر أهمية تنويع مصادر جمع المعلومات. لأن أول حاجة بحصل على معلومات دقيقة عن الأحداث والأماكن، بحصل على معلومات شاملة ودقيقة عن الأحداث والأماكن. يبقى بحصل على معلومات شاملة ودقيقة على الأحداث والأماكن. تاني حاجة تجنب التحيز لمصدر واحد. تجنب التحيز لمصدر واحد. يعني إيه تجنب التحيز لمصدر واحد؟ يعني مثلا أنا هنا لو حد من أهاليكم مثلا بيشغل نشرة الأخبار، ونشرة الأخبار بتقول أخبار معينة، حد تاني بيشغل مثلا قناة الجزيرة، وما زالت ناس كتيرة بتشغل قناة الجزيرة. قناة الجزيرة دي قناة برضو بتتكلم على الأخبار وبس. هنا ممكن نلاقي حد متحيز اللي هو مصدق إن النشرة اللي بتقوله ده صح، وممكن نلاقي ناس متحيزة قناة الجزيرة أو الحدث دي تلاقيها صح. ده بقى للناس اللي هي بتتابع أخبار البلد وكده. فبالتالي هنا التحيز ده مش حاجة حلوة. ليه؟ لأن الشخص اللي قدامك ده، حتى أنا لو بقول معلومة لازم أكون عارف مصدرها جاي منين، لأن ممكن يكون بيقولك حاجة غلط. يبقى تاني بتجنب التحيز لمصدر واحد، يعني ولا بعتمد على المصادر الأولية بس، ولا بعتمد على المصادر الثانوية بس، لا ده أنا بعمل بنوع. لكن لو جبت مثلا كل المصادر الأولية وحطيتها قدامك إيه اللي هيحصل؟ ما مش هعرف، مش هفهم حاجة. ليه؟ لأن المصادر الأولية في حاجات معرفش إن أنا أفهمها، ممكن أحصل عليها بس ما أفهمهاش، زي النقوش أو الكتابة الهيروغليفية أو الرموز اللي هي بتبقى موجودة على البتاع ده، بتبقى موجودة على جدران المعابد. دي أنا مش بعرف أفهمها، أنا كبني آدم معرفش أفهمها. مين اللي بيفهمها؟ عالم الآثار، المرشد السياحي اللي بيجي يشرح لك. فبالتالي لازم ان احنا ننوع ما بينهم هما الاثنين، ما بين المصدر الاولي وما بين المصدر الثانوي. تمام؟ يبقى كده هنوع ما بين المصدر الاولي والمصدر الثانوي. يبقى كده لما بنوع ما بينهم هعمل هتجنب التحيز لمصدر واحد، هتجنب التحيز لمصدر واحد. تالت حاجة هقارن المعلومات واتأكد من صحتها. هقارن المعلومات واتأكد من صحتها. ما جيش بقى اقول لماما ماما انت عارفة الاهرامات اتبنت ازاي؟ بصي الفيديو ده حبيبي، الفيديو ده مصدرك؟ يبقى انت لما تعرف مصدر المعلومة، المصدر ده هتعرفه اذا كان صح ولا غلط. ماما ده الدولار سعره هيقل، عرفت منين يا بابا؟ طيب انا عرفت من التيك توك يا ماما. يبقى اذا التيك توك غلط، مصدره غلط، لان طبعا ده كده مصدر ممكن يكون فيه حاجة صح وممكن يكون فيه حاجة غلط. فبالتالي لازم ان انا لما اعرف افرق بين المصادر الاولية والثانوية كده هقدر ان انا هتأكد منين؟ هتأكد من صحتها. طب ميس هو فعلا الدولار هيقل؟ حبيبي العلم عند الله، مش عارفين اذا كان هيزيد ولا هيقل، ملناش دعوه. تمام؟ يبقى كده لما انوع مصادر جمع المعلومات ايه اللي هيحصل لما انوع ما بينهم هما الاثنين؟ اول حاجه هاخد معلومات، المعلومات دي هتكون هتكون دقيقه وشامله، هتكون دقيقه وشامله، هتكون دقيقه وشامله. تاني حاجه هتجنب ان انا احصل على مصدر واحد، هتجنب ان انا اتحيز لمصدر واحد، يبقى هتجنب ان انا اتحيز لمصدر واحد. تالت حاجه
هقارن المعلومات واتاكد من صحتها، هقارن المعلومات واتاكد من صحتها، هقارن المعلومات واتاكد من صحتها. الفرق بقى هنا خلي بالنا من حاجه، انت عرفت مصدر المعلومه منين، تمام؟ بس برضه عشان تاخد معلومه لازم تفرق ما بين 3 حاجات، ما بين الحقيقه والرأي والشائعات. بص يا سيدي، الحقيقه قال لك ان دي عباره عن، الحقيقه هي حقيقه، فهي عباره عن ايه؟ هي معلومه صحيحه اتاكدت من صحتها واثبتها بالدليل. يعني مثلا هنا زي ما قلت لك، انت ذاكرت، ايه الدليل ان انت ذاكرت؟ الدليل اهو يا ميس، النتيجه بتاعتي انا جبت ازرق في الدراسات وقفلتها، تمام؟ الحقيقه اني قلت معلومات اتاكدت من صحتها، معلومات اتاكدت من ايه؟ من صحتها. لما اتأكدت منها بإيه؟ بالدليل، وقدرت إن أنا أثبتها. اتأكدت منها بإيه؟ بالدليل، وقدرت إن أنا إيه؟ أثبتها، وقدرت إن أنا إيه؟ أثبتها، وقدرت إن أنا إيه؟ أثبتها. يبقى الحقيقة هي عبارة عن معلومة، ولكن الحقيقة هي حقيقة، فاتأكدت من صحتها، فاتأكدت من إيه؟ صحتها. يعني مثلا هنا ماما ولدتك، إيه الدليل إن هي ولدتك؟ شهادة الميلاد، تمام؟ ده الشخص اللي معاك ده بابا، أنت إيش عرفك إن ده بابا؟ ده هنا مثلا عايش معانا في البيت، مثلا معاك شهاده ميلادك، ما بتاع ده، في كذا حاجه تقدر ان انت تثبت ان ده باباك. عشان يعني لو واحد بيقول لك ايه، حد موقفك في الشارع وقال لك هو ده باباك يا حبيبي، تقول له اه ده بابا، يسالك ايه اللي يثبت ان ده بابا؟ شهاده ميلاده بقى، ان انت مثلا متشعلق فيه، فبالتالي انت اثبتت له الحقيقه دي بايه؟ بالدليل. لو ماما قالت لك مثلا انت كلت من الاكل اللي جوه، لا يا ماما والله انا ما كلتش، طب ايه الدليل؟ الاكل زي ما هو. طب لو مثلا انت كلت من الاكل اللي جوه وانت فعلا كلت، ايه الدليل؟ تلاقي لحواسه مثلا على بقك، تلاقي بص حاجات كتيره كده. فتلاقي ان الحقيقه دي لازم يكون ليها ايه؟ دليل او اثبات. ايه الدليل او الاثبات ده؟ اللي هي نفسها عندك في الانجليش كلمه بروف، تمام؟ يبقى الحقيقه هي معلومات ايه؟ صحيحه تم التاكد منها. هي معلومات ايه؟ صحيحه تم التاكد منها. هي معلومات ايه؟ صحيحه تم التاكد منها. واقدر اثبتها؟ هقدر اثبتها. يبقى معلومات تم التاكد منها ويمكن اثباتها. الراي ده عباره عن ايه؟ وجهه نظر. الراي ده عباره عن ايه؟ وجهه نظر شخصيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتكون بتاعت الشخص نفسه، ما بتكونش بتاعت ناس كتير. كل واحد فينا عنده راي مختلف عن التاني. لو انا قلت لك مثلا اختك جميله قوي، وانت برضو شايفها ان اختك جميله، طيب فده رايي. لو شايف ان مدرستك حلوه بس اختك شايفه ان مدرستك مش حلوه، فبالتالي برضو ده ايه؟ ده رايي. والراي ده ممكن يكون صح وممكن يكون مش صح. لو قلت لك مثلا عندي ان مدينه شرم الشيخ او مدينه الغردقه او مدينه مثلا دهب هي اجمل مدينه في مصر، تمام؟ ده عبارة عن ايه؟ قالك ان انا طالما هلاقي كلمة اجمل او اسوأ او اقبح، يبقى ده كده عبارة عن ايه؟ يبقى ده كده عبارة عن رأيي. طب ليه؟ لان هنا واحد شايف ان دهب دي حلوة قوي قوي قوي، واحد شايف ان دهب دي ملهاش لازمة، وان مثلا شرم احسن منها، الغردقة احسن منها. واحد شايف ان مدرستك جميلة، واحد شايف ان مدرستك لا مش جميلة. يبقى ده كده عبارة عن ايه؟ ده رأي، والرأي ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. يبقى الرأي وجهة نظر، يبقى الرأي وجهة نظر، وجهة نظر ايه؟ شخصية، وجهة نظر ايه؟ شخصية، وجهة نظر ايه؟ شخصية. ممكن تكون صح او ممكن تكون غير صح، تمام؟ يبقى ممكن تكون صح او ممكن تكون ايه؟ غير صح. يبقى الرأي وجهة نظر، يبقى الرأي وجهة نظر. لو حد بيلبس فيكم نظارة نظر يشاور على نظارته أو على عينه. يبقى الرأي وجهة نظر، يبقى الرأي وجهة نظر. شخصية ممكن تكون صح وممكن تكون إيه؟ غلط، ممكن تكون صح وممكن تكون إيه؟ غلط. الشائعات بقى، الشائعات اللي هي الأشعة هي عبارة عن إيه؟ قال لك إنها عبارة عن أحاديث غير صحيحة، يقدر الناس اللي بتتنقلها أو بتقعد تنقلها ما بين بعضها بس من غير ما نعرف مصدرها. ماشي؟ طب إزاي بقى الكلام ده؟ أقول لك مثلا هنا ماما تيجي تقول لك ده الوزير هيشيل أعمال السنة من سنة رابعة. يا ماما يعني مش هروح المدرسة؟ هي ماما عرفت منين؟ وتبدأ ماما تقول الكلام ده لأولياء الأمور. ما عرفتش هي المعلومة دي منين، سمعتها كده وخلاص. فطبعا دي ايه؟ إشاعة.
ليه؟ لان انا ما اثبتهاش بالدليل. لو قلت لك مثلا انه المدارس هتتأجل، دي الشائعة اللي هي بتحصل كل سنة. يعني مثلا قالوا ان المدارس هتتأجل اسبوع وان احنا هنبدأ مدرسة على شهر 10، الإشاعة دي بتتأجل. يبقى إذا الإشاعة دي هي عبارة عن إيه؟ أحداث غير صحيحة الناس بينقلوها ما بين بعضها. طيب عرفت مصدرها؟ لا معرفش مصدرها. يبقى الشائعات أو الأشاعة هي عبارة عن إيه؟ أحاديث غير صحيحة، أحاديث غير صحيحة، أحاديث غير صحيحة. يبقى الشائعات أحاديث، شائعات أحاديث، شائعات أحاديث. أحاديث إيه؟ غير صحيحة، أحاديث إيه؟ غير صحيحة بنقلها ما بين الناس. هل بعرف مصدرها؟ لا ما بعرفش مصدرها. يبقى أحاديث غير صحيحة بنقلها ما بين الناس. طيب تمثيل مثلا على ذلك، فده زي إيه؟ زي ما قلت إن الدراسة مش يوم 23 ولا 22/9، ده الدراسة هتبدأ لسه أول 10. إذا دي إشاعة ولا مش إشاعة؟ إشاعة. ليه؟ حتى لو أنا جبتها من على النت قلت لك النت ده ممكن يبقى المصدر بتاعه كلام صح وممكن يبقى الكلام اللي فيه كلام غلط، لأن هو في كل حاجة، في المصادر الأولية بالثانوية بالحقيقة بالرأي بالأشعة بكل حاجة. فهنا الشائعات دي طالما أنا مش عارف مصدرها منين فإذا هي إشاعة. تمام؟ طيب عرفت منين برضو إن هي شائعة أو أشاعة؟ مثلا إن الوزير طلع أكد إن أنا مفيش تأجيل دراسة ولا حاجة. يبقى إذا الشائعات دي هي عبارة عن إيه؟ دي أحاديث غير صحيحة، دي أحاديث غير صحيحة، دي أحاديث غير صحيحة اللي هم بينقلوها الناس من غير ما يعرفوا مصدرها. طب الحقيقة معلومات، الحقيقة معلومات قدرت إن أنا أثبتها بالدليل، قدرت إن أنا أثبتها بالدليل. طب والرأي وجهة نظر، طب والرأي وجهة نظر ممكن تكون صحيحة وممكن تكون غير صحيحة. والشائعات دي أحاديث غير صحيحة بيتنقلها الناس من غير ما يعرفوا مصدرها. والشائعات دي اللي هو طبعا الكلام ما بين الناس اللي داير رايح جاي، يقول لك بقى المدارس هتتأجل، يقول لك مش عارفة ايه سعر ايه هيزيد، يقول لك مش عارفة ايه سعره هيقل، يقول لك حاجات كتير جدا. كل الحاجات دي هو مش عارف مصدرها منين، هو بس جه وسمعها من بره، ولما سمعها جه وقالها لك. طيب هو انا كلام الشخص اللي قال لي الحاجة دي ينفع اعتمد عليه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه ما عندوش دليل، فبالتالي دي ايه؟ اشاعه. طب زي ايه؟ زي ما قلت لك تاجيل الدراسه اسبوع، وطبعا الكلام ده ما بيحصلش. هنا بقى يلا بينا نلم الدنيا دي كلها. تمام؟ يلا بينا. احنا خدنا ايه؟ خدنا مصادر جمع المعلومات. طيب في المصادر جمع المعلومات دي فرقنا ما بين حاجتين، يا اما عندي مصادر اوليه او عندي مصادر ثانويه. المصادر الاوليه دي قلت لك ان هي مصادر، والاتنين كمان مصادر، يبقى هي مصادر مالها سجلت. الفرق ما بينهم هما الاتنين، الاوليه قلنا ان هي اتسجلت في نفس زمن وقوع الحدث. طب الثانوية هي مصادر سجلت ولكن امتى؟ بعد فترة من وقوع الحدث. طيب قلنا هنا المصادر الأولية زي ايه؟ قلنا عندي زي 4 حاجات، زي عندي البرديات، تمام، والنقوش والآثار وكتابات المؤرخين. بس قلنا ان لازم المؤرخين دول يكونوا عملوا ايه؟ يكونوا عصروا الحدث، يكونوا عصروا ايه؟ الحدث، يكونوا عصروا ايه؟ الحدث. طيب الآثار زي ايه؟ قلت لك مباني، قلاع، حصون. طب النقوش زي ايه؟ زي مثلا النقوش اللي هي موجودة على المعابد. طيب البرديات زي ايه؟ اللي هي ابتكرها المصريين القدماء، زي ورق البردي. وقلنا ان احنا استخدموها لايه؟ لتسجيل احداث حياتهم، استخدموها لايه؟ لتسجيل احداث حياتهم، لتسجيل احداث ايه؟ حياتهم. طيب كتابات المؤرخين قلت لك لازم يكونوا عصروا الحدث. يبقى كده عندي ده كده ال4 مصادر بتوعي، يبقى كده دول ال4 ايه؟ دول ال4 مصادر بتوعي اللي هي من المصادر الأولية. طب المصادر الثانوية اللي هي اتكتبت بعد زمن بقى من وقوع الحدث، دي عندي زي ايه؟ زي عندي الكتب والموسوعات، الكتب وايه؟ والموسوعات.
تمام. الكتب وايه والموسوعات. وزي عندي تاني حاجة الافلام التاريخية. الافلام ايه؟ الافلام التاريخية. طيب عندي ايه تاني زي المصادر زي المصادر الثانوية؟ كتب وموسوعات وافلام تاريخية. كتب وموسوعات وافلام تاريخية والمقالات. يبقى رقم 3 عندي مين؟ المقالات. يبقى كتب وموسوعات وافلام تاريخية والمقالات. ده كده فرقت ما بين المصادر الاولية والمصادر الثانوية. طيب اتفرقنا خلاص ماشي، فرقنا ما بينهم هما الاثنين. طيب فرقنا ما بين 3 مصطلحات. قلت لك كانت عندي الحقائق. والحقائق عبارة عن ايه؟ قلنا الحقائق دي عبارة عن معلومات. حقائق دي عبارة عن ايه؟ معلومات. والمعلومات دي مالها؟ تم اثباتها بالدليل. تم اثباتها بايه؟ بالدليل. تم اثباتها بايه؟ بالدليل. عندي بعد كده الرأي اللي هم الآراء. قلت لك الرأي عبارة عن وجهة نظر. قلت لك الرأي عبارة عن ايه؟ وجهة نظر. ووجهة النظر دي مالها؟ بتحتمل الصواب والخطأ. يعني يمكن تبقى صح ويمكن تبقى غلط. وعندي الشائعات. الشائعات دي اللي هو الكلام. يبقى ايه الشائعات دي؟ يبقى انا عندي هنا الحقائق يعني معلومات، والرأي عندي وجهة نظر، والشائعات هنا دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن احاديث متداولة بين الاشخاص بدون الرجوع لمصدرها. تمام. يبقى هنا دي الحقيقة ودي الرأي ودي الشائعات. لما قلت عندي أهمية تنويع مصادر المعلومات، ايه أهميتها؟ قالك إن أنا عندي أهميتها 3 حاجات. هنا هيحصل ايه؟ أول حاجة عندي الحصول على معلومات مالها؟ الحصول على معلومات دقيقة. تاني حاجة عندي ان انا دقيقة وشاملة. دقيقة وايه؟ وشاملة. تاني حاجة عندي من اهمية تنويع مصادر المعلومات هتجنب التحيز لطرف واحد. هتجنب التحيز لايه؟ لطرف واحد. هتجنب التحيز من ايه؟ لطرف واحد. تمام. طبعا تالت حاجة عندي من اهمية مصادر جمع المعلومات، طبعا هنا هتأكد من المعلومات وصحتها. تمام. يبقى انا كده اتاكد من المعلومات وصحتها. كده انا لخصت لك الدنيا كلها. عرفنا الاهميه ايه، عرفنا ايه الفرق ما بين المصادر الاوليه والثانويه ايه. فهنا ركز معايا كويس قوي. خلي بالك الدرس ده ممكن يضايقك بيه في ايه؟ ممكن يضايقك بيه في التعريفات. يجي لك هنا في المقصود يقول لك ايه المقصود بالحقيقه، ايه المقصود بالراي، ايه المقصود بالشائعات. فطبعا لازم تبقى عارف كلهم كويس قوي. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. عندك امتحان فيه عليك واجب من صفحه 27 ل 32. كان معاك ميس خلود طه، وانت هنا في منصه اديونور. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس خلود طه، وانت هنا في منصة اديونور. يلا بينا نشوف الواجب بتاعك اذا كنت انت عامله كله صح ولا في اخطاء. وقلت لك صح تمام برافو عليك، لو غلط صحح الغلط وارجع ذاكره من جديد. يلا بينا، صح ولا غلط؟ المصادر الأولية هي المصادر اللي سجلت في زمن وقوع الحدث. يعني هي اتسجلت فعلا في زمن وقوع الحدث. طبعا العبارة هتبقى صح. طيب لو جينا قلنا هنا ان النقوش على جدران المعابد هي مصدر أولي، معبد الكرنك هي مصدر أولي. طبعا هي مصدر أولي عشان اتكتبت في زمن وقوع الحدث.
البرديات من المصادر الثانوية، هي مصدر ثانوي البرديات دي. هو احنا بنكتب دلوقتي على برديات؟ طبعا العبارة هتبقى ايه؟ العبارة هتبقى غلط. لو جينا قلت تنوعت مصادر جمع المعلومات بيدينا صورة كاملة للأحداث، صح ولا غلط؟ طبعا العبارة صح، لأن أنا قلت لك ما ينفعش أعتمد على المصادر الأولية بس، ولا ينفع أعتمد على المصادر الثانوية بس في جمع المعلومات. الحقيقة بتعبر عن وجهات نظر شخصية، هي الحقيقة وجهة نظر؟ لا يا ميس انت قلت لنا الرأي، الله ينور، يبقى كده دي الرأي. طبعا العبارة هتبقى غلط. مواجهة الأخبار الزائفة يساعد في استقرار المجتمع، هي فعلا بتساعد في استقرار المجتمع ولا مش بتساعده؟ طبعا العبارة بتبقى صح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في أشعة والأشعة دي أنا لازم أكدبها، ليه؟ لأن هي لو موجودة هتنشر عندي الخوف ما بين الناس، زي مثلا إن في مرض جديد بعد الشهر يعني هيجي بعد كام شهر، أو إن هيعمل حظر تجول تاني زي ما كنا أيام كورونا. كل دي عبارة عن أشعة. أنا لو ما سكتش الأشعة دي، لو ما قفلتهاش خالص، أو لو ما دريتهاش خالص الأشعة دي، إيه اللي هيحصل لو ما دريتهاش؟ طبعا هيحصل خوف ما بين الناس. يلا، أحد المصادر الأولية يمكن استخدامها عند كتابة بحث عن تاريخ مصر. أحد المصادر الأولية أقدر استخدمه لما أكتب بحث عن طريق مصر. أنهي من دول مصدر أولي؟ كتابات المؤرخين ولا الإنترنت ولا المقالات الصحفية ولا الأبحاث؟ طبعا من غير كلام هي كتابات المؤرخين هي الوحيدة اللي مصدر أولي. معلومات متداولة دون التأكد من صحتها، يعني معلومات متكلم عليها على طول من غير ما أعرف هي جاية منين، يبقى كده هي عبارة عن إيه؟ طبعا هي عبارة عن شائعات. لو جينا هنا بيقول لك صنف دي اذا كانت حقيقه ولا راي. يجري نهر النيل في مصر. هو نهر النيل في مصر؟ يا ميس ما انت قلت لنا عن خريطه. فطبعا العباره هي ايه؟ هي حقيقه. اعمل حرف الحاء او اعمل كلمه حقيقه براحتك. يتم التقاط الصور الجويه بواسطه، لو قلت مثلا بواسطه الجو، يبقى كده دي حقيقه ولا راي؟ لا يا ميس حقيقه، انت لسه قايلها لنا. طبعا دي حقيقه. مدينة اسكندرية هي أجمل المدن السياحية في العالم. قلت لك لو حاجة بالنسبة لك جميلة وبالنسبة لغيرك وحشة، فطبعا دي عبارة عن إيه؟ طبعا عبارة عن رأي. بما تفسر أهمية الاستعانة بمصادر جمع المعلومات. ليه لازم إن أنا أستعين بمصادر جمع المعلومات؟ طبعا قلنا عشان 3 حاجات. إن أنا أول حاجة الحصول على معلومات. مالها؟ بحصل على معلومات عاملة إزاي؟ طبعا الحصول على معلومات شاملة ودقيقة. تمام؟ كمان عندي تجنب التحيز لطرف واحد والتأكد من صحتها. يبقى التأكد من صحة المعلومات وتجنب التحيز لطرف واحد. دلل، قلنا دلل، اتفقت معاك ان بما تفسر يعني ليه، ودلل يعني هات دليل. دلل يعني هات ايه؟ هات دليل. هات دليل ان الكلام ده صح. وجود اختلاف ما بين المصادر الاوليه والثانويه لجمع المعلومات. هو ايه الدليل ان في اختلاف ما بينهم هما الاثنين؟ طبعا اللي فيه اختلاف لان المصادر الاوليه، يبقى هقول بقى ايه؟ حيث المصادر الاوليه سجلت في نفس زمن وقوع الحدث، والثانوية سجلت بعد فترة من وقوع الحدث. ماذا يحدث إذا صدق الناس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحته؟ لو أنا صدقت كل حاجة بتتنشر إيه اللي هيحصل؟ طبعا هيحصل حاجتين. ممكن إن أنا أقول زيادة حدوث الشائعات، يعني زيادة الشائعات المتداولة. تمام؟ ممكن إن أنا أقول حاجة كمان، إن هو طبعا هينشر الخوف بين
الناس. ليه؟ لان انا قلت لك ممكن معلومه تخوفك وممكن معلومه تفرحك، فبالتالي المعلومه دي لو مش عارف مصدرها، لو قلت لك مثلا ان بعد كده هيحصل في مرض جديد هيظهر شبه كورونا اللي هو متحور جديد وهيبقى اشد وفي ناس هتموت وفي ناس مش عارفه ايه، ده هيقوم حرب عالميه ثالثه، ده بتاع ده مصر هتحارب اسرائيل، كل ده هو احنا عارفين مصدره ايه؟ لا، ما نعرفش احنا مصدره ايه. فطالما ما اعرفش مصدره ايه يبقى كده العباره دي شائعات، وممكن الشائعات دي لما تزيد هتنشر الخوف ما بين الناس. يلا بينا، المصادر الثانويه صح ولا غلط؟ المصادر الثانويه اكثر دقه في الحصول على المعلومات، هي اكتر دقه؟ لا يا ميس، انت قلتي اصلا ان المصادر الثانويه لازم ارجع لمصدر اولي برضو حتى لو انا هستعين بيها، فبالتالي طبعا العباره هتبقى غلط. تستخدم المصادر المختلفة للتأكد من صحة المعلومات. أنا بستخدم المصادر دي كله، يعني بستخدم مصادر أولية وثانوية عشان أتأكد من صحة المعلومة، صح ولا غلط؟ طبعا العبارة هتبقى صح. البردي ابتكار مصري صنع من نبات البردي لتسجيل أخبارهم وأحداث حياتهم، صح ولا غلط؟ صح. الاستعانة بالنقوش الموجودة على جدران المعابد لكتب تاريخي، على جدران معبد الأقصر لكتاب تاريخي يعد مصدر أولي، طبعا هي نقوش، فالنقوش من المصادر الأولية، إذا العبارة هتبقى صح. كتابات المؤرخين المعاصرين للحدث تعد مصدر أولي، هم عاشوا الحدث، يبقى كده هي مصدر أولي ولا ثانوي؟ أولي، يبقى كده العبارة صح. النقوش على جدران المعابد تعد مصدر أولي، صح ولا غلط؟ دي نقوش فبالتالي صح. مصدر ثانوي، سوري معلش، العبارة هتبقى غلط. ليه؟ لأنها كتبت في نفس الوقت فبالتالي غلط، هي مصدر أولي. تعد الكتابات معاصرة لزمن الحدث من مصادر أولي، كتابات عصر زمن حدث معين يبقى مصدر أولي، طبعا العبارة صح. إذا وجدت عملة معدنية ترجع للعصر الروماني فهي تعد مصدر أولي، صح ولا غلط؟ طبعا العبارة صح لأن هي بترجع للعصر الروماني. الآراء دايما تكون صحيحة ويجب الأخذ بها، هو لازم أخد برأي كل واحد؟ يعني أنت مثلا لو باباك اداك رأيك في حاجة ومامتك اداك رأيك في حاجة، هل لازم دايما إن أنت تاخد بيها؟ لا، لأن الرأي ده ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، فبالتالي العبارة هتبقى غلط لأن الآراء دايما مش دايما بتكون صح. النقش على لوحة حجرية قديما يعد من المصادر الأولية، طبعا العبارة صح لأنها نقوش. كتاب مصر الحديثة يعد أحد المصادر الأولية للمعلومات عن المصريين القدماء، صح ولا غلط؟ طيب ده اسمه كتاب مصر الحديثة، يعني معنى كده ان هو اتكتب بعدها بفترة، فعشان كده هو مصدر أولي؟ لا، مش مصدر أولي، هو مصدر ثانوي. تشرق الشمس من جهة الشرق، وتعد هذه العبارة رأي، انت خدتها في الاتجاهات. هو في واحد قال لك ان الشمس بتشرق من الشرق؟ لا يا ميس، ده احنا كنا بنعتمد على الشمس، فاذا العباره هي مش راي، هي غلط. استخدم المصريين القدماء النجم القطبي لتحديد الاتجاهات، تعبر هذه العباره عن حقيقه. هل دي حقيقه؟ طبعا العباره دي حقيقه، هو فعلا استخدمها وانت اخدتها في الدرس معايا. تتميز الحقيقه بانه يمكن التاكد من اثبات صحتها، طبعا العباره صح لان الحقيقه انا اثبتها بدليل. يجب علينا تحري دقه المعلومه قبل نشرها، لازم اتاكد من المعلومه قبل ما انشرها، طبعا العباره هتبقى صح. تعد الأفلام التاريخية المنتجة حديثا عن بناء الأهرامات من المصادر الأولية، صح ولا غلط؟ دي حديثا، يعني حديثا كده مصدر أولي، طبعا العبارة هتبقى غلط. يتم الحكم على المصدر بناء على زمن إنتاج المصدر، صح ولا غلط؟ هل أنا بحكم عليه بناء على الزمن؟ لا، طبعا بحكم عليه بناء على الزمن، يبقى إذن العبارة هتبقى إيه؟ العبارة هتبقى صح. لأن أنا قلت لك لو في نفس الوقت تبقى مصدر أولي، لو مش في نفس الوقت مصدر ثانوي. الشائعات هي الأحاديث الصحيحة اللي بينقلها ما بين الناس، طبعا غلط لأن الأشعة دي مش صحيحة. مقالات سجلت في زمن حرب أكتوبر هي مصدر أولي، هي اتسجلت في نفس الزمن، فطبعا العبارة صح، مصدر أولي. يجب التمييز بين الحقائق والآراء عند الاعتماد على أي مصدر للمعلومات، لازم أميز ما بين الحقيقة والرأي، طبعا لازم أميزها، فإذا العبارة صح. نشر معلومات مؤكدة وصحيحة يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع. نشر معلومات مؤكدة وصحيحة يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع، طبعا غلط. ليه؟ لأن أصلا لما بنشر معلومات غلط، المعلومات دي بتكون مالها؟ قال لك إن المعلومات دي مش هتخلي فيه استقرار المجتمع، زي ما قلت لك إنه ممكن ينشر الخوف ما بين الناس.
الكتب التاريخية التي تكتب وقت الحدث تعد مصدر أولي. طبعا العبارة صح. صورة بيتم التقاطها أثناء نقل تمثال رمسيس الثاني للمتحف المصري مصدر أولي. هي الصورة دي مصدر أولي؟ طبعا العبارة صح عشان اتصورت في نفس زمن وقوع الحدث. يلا صح ولا غلط؟ اختر الإجابة. من أنواع المصادر المستخدمة في الحصول على المعلومات: مصادر أولية، ثانوية، كلاهما صحيح، آراء الآخرين. طبعا عندي كلاهما صحيح، لأن أنا قلت لك بنوع المصادر، باخد من الأولية والثانوية. تتميز المصادر الأولية بإن هي إيه؟ أكثر سهولة، سهلة، أكثر دقة، أقل معاصرة، أقل موضوعية. دي أولية، فبالتالي هي أكثر إيه؟ أكثر دقة. الأحاديث الغير صحيحة التي يتناقلها الناس، كلام ما بين الناس، يعتبر ايه؟ طبعا يعتبر شائعات. من المصادر الثانوية لدراسة التاريخ. المصادر الثانوية بقى لدراسة التاريخ هتبقى ايه؟ ثانوية: نقوش، برديات، مقالات، آثار. هتبقى نقوش ولا برديات ولا مقالات آثار؟ طبعا هي هتبقى المقالات. المعلومات تم إثبات صحتها تسمى إيه؟ اتأكدت خلاص منها. هي فكرة؟ لا، الفكرة في دماغي. هي رأي؟ لا، صح وغلط. هي حقيقة؟ طبعا هي حقيقة. والاحتمالات؟ الاحتمالات شبه الآراء، برضو ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. يمكن تحديد المصدر إنه أولي أو ثانوي من خلال إيه؟ نوع الحدث؟ لا. زمن الكتابة؟ طبعا العبارة هي زمن الكتابة، لأن نوع المعلومة مفيش. لغة الكتابة لا، برضه مش هعرف اتاكد منه اذا كان اولي او ثانوي. يعني انا هعرف اتاكد من العربي والانجليش لو كتاب مكتوب بالعربي والتاني مكتوب بالانجليش، هعرف اتاكد منه اذا كان اولي ولا ثانوي؟ لا، مش هعرف. طيب عندك كتابة بحث عن الحضارة المصرية القديمة، يمكن استخدام احد المصادر الثانوية. انهي واحد بقى من دول المصادر الثانوية؟ افلام تاريخية، برديات، كتابات مؤرخين، نقوش. طبعا كل دول اولي، وده الوحيد هي الثانوي اللي هي الافلام التاريخيه. يلا بينا، قول لي من دول انهي واحد فيهم اولي ومن هو انهي واحد فيهم ثانوي. الاثار، طبعا الاثار اولي. طيب المقالات، طبعا المقالات ثانوي. كتب وموسوعات طبعا ثانوي. طيب النقوش الأثرية طبعا مصدر أولي. كتابات المؤرخين طبعا برضو مصدر أولي. يلا بينا، أنهي من دول حقيقة وأنهي رأي وأنهي شائعة. مدينة شرم الشيخ أجمل المدن المصرية. قلت لك حاجة جميلة حاجة وحشة، تبقى كده إيه؟ رأي. طبعا العبارة هي رأي. الشمس تشرق من الشرق، أخدناها، تبقى كده إيه؟ حقيقة، خدتوها في الدرس الأولاني. تطل مصر على البحر الأحمر والمتوسط، فعلا مصر عندها بحرين، الأحمر والمتوسط، فكده العبارة هي حقيقة. تمام؟ تسبب التطعيمات أمراض للأطفال. هو التطعيم بيمرض الطفل؟ هو التطعيم فعلا بيمرض الطفل؟ لا طبعا. هو حتى لو بيسبب حاجة فده بيكون مثلا سخونية لوقت معين وخلاص، بس هل بتسبب أمراض على طول؟ لا. فإذا الحقيقة دي شائعة، دي عبارة عن شائعة الكلمة دي. هذه صورة رائعة للهرم الأكبر. طب الصورة دي حلوة، لما أقول لك دي حلوة دي وحشة يبقى ده إيه؟ طبعا يبقى ده رأي. أكمل العبارات التالية: مصادر سجلت في نفس زمن وقوع الحدث. طبعا في نفس الزمن الوقوع هي عندي مصادر أولية، يبقى هي مصادر إيه؟ أولية. تعبير عما يشعر به الشخص، حاجة الشخص هو اللي بيعبر عنها تجاه موضوع معين، تبقى كده إيه؟ طبعا ده هو عبارة عن رأي. لو جيت قلنا مصادر المعلومات تتميز بتوفرها وسهل الحصول عليها، أنهي مصدر، الأولي ولا الثانوي؟ طبعا المصادر الثانوية. مصدر أولي هو الذي يكتب أو يسجل أثناء إيه؟ أثناء طبعا زمن وقوع الحدث.
بردية مسجل عليها وصفات لعلاج بعض الأمراض تعد مصدر إيه؟ طالما هي من البرديات، طبعا البرديات دي هي مصدر أولي. الحقائق يمكن إثباتها، أما الآراء فتعبر عن إيه؟ طبعا الآراء عارفين إن هو وجهة نظر الأشخاص. كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث، هي بعد زمن طويل، فطبعا هي مصادر الثانوية. طيب، ينمو نبات البردي على جانبي ايه؟ طبعا بينمو على جانبي الانهار، او مش الانهار، احنا هنقول نهر النيل لاننا ما عندناش غير نهر النيل، لان طبعا مش كل الانهار هعرف ان انا اجيب عليها اوراق البردي، يبقى على جانبي نهر النيل. تعد الموسوعات من المصادر الاوليه، مش مصدر اولي، هتبقى العكس، هتبقى مصدر ايه؟ ثانوي، يبقى كده من المصادر الثانويه. طب لو قلنا هذه صورة رائعة لقناة السويس، تعد ذلك حقيقة، مش حقيقة، عكس الحقيقة ايه؟ رأي على طول، وعكس الحقيقة خيال، بس لو مش حقيقة تبقى رأي أو شائعة. أخبار بيتناقلها الناس دون التأكد من صحتها، يبقى كده دي عبارة عن ايه؟ طبعا هي عبارة عن شائعة. تعبر عن وجهات نظر شخصية قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، دي عبارة عن ايه؟ هي وجهة نظر شخصية، ممكن تبقى صح وهي ممكن تبقى غلط، فطبعا دي عبارة عن رأي. اذكر سبب واحد، طالما قال لك اذكر سبب واحد يبقى انت هتجيب حاجة واحدة بس لو طلب منك في الامتحان. طيب، يجب الاعتماد على المصادر الأولية في الحصول على المعلومات. خلي بالك إن أذكر سبب هي نفسها بما تفسر، وأنا اتفقت معاك إن بما تفسر يعني ليه، تمام؟ طيب، يجب الاعتماد على المصادر الأولية في الحصول على المعلومات. ليه لازم أعتمد عليها؟ طبعا لأنها سجلت في نفس زمن وقوع الحدث. يجب التأكد من الأخبار قبل تصديقها وإعادة نشرها. ليه لازم إن أنا أتأكد من الأخبار؟ طبعا لتجنب حدوث الشائعات. تعتبر المقالات من المصادر الثانوية لدراسة التاريخ. هي ليه مصدر ثانوي؟ ايه اللي فرقت ما بينهم المصدر الأولي والثانوي؟ طبعا الفترة الزمنية. يبقى المقالات ليه؟ لأنها سجلت بعد فترة من وقوع الحدث. لو قلنا اسكندرية أجمل مدن العالم، تعد هذه العبارة رأي. هي ليه عبارة رأي؟ طيب، لو قلت جميل أو قبيح، يبقى الرأي ده قلت لك مش دايما رأيك صح، يعني الرأي محتمل إيه؟ محتمل الصواب أو الخطأ. يبقى إذا عندي لأن الرأي يحتمل الصواب والخطأ. طبعا لو حد غيرك كتب، لو انت كتبت ان المعلومة ممكن تكون صحيحة او غير صحيحة، طبعا برضو اجابتك صح، مفيهاش حاجة. تعد الصور التي تلتقط اثناء الحدث مصدر اولي. هي ليه مصدر اولي؟ طبعا بما تفسر، اتفقت معاك ان بما تفسر يعني ليه. بما تفسر يعني ايه؟ ليه هي مصدر اولي؟ لانها سجلت في نفس زمن وقوع الحدث. طب اختلاف الآراء عن الحقيقة، ليه ده مختلف عن ده؟ طبعا لأن الآراء مالها ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، فالآراء مالها تحتمل الصواب والخطأ. طيب، عندي الحقائق، مالها الحقائق؟ قال لك إن الحقائق دي مالها تم التأكد من صحتها.
طبعا بالإثبات. طب لو قلنا هنا الكتب التاريخية الحديثة عن حرب أكتوبر هي مصدر ثانوي، قلت لك مصدر ثانوي يعني اتكتب امتى؟ بعد فترة، يبقى مصدر ثانوي. ليه؟ لأنها سجلت أو كتبت زي ما أنت عايز بعد فترة من وقوع الحدث. المصدر الأولي أكثر دقة من المصدر الثانوي طبعا لأنه اتسجل في نفس الوقت. يبقى ليه؟ يبقى لأن المصدر الأولي سجل في نفس زمن وقوع الحدث. ما النتائج؟ التأكد من صحة الخبر قبل نشره. ايه نتيجة ان انا هتأكد من الخبر ده؟ طبعا النتيجة بتاعتي هي تجنب نشر الشائعات. خلاص بقى انت كبرت عرفت ان ما النتائج يعني هات نتيجة، تمام؟ هي نفسها معناها كلمة ايه اللي حصل. مقارنة المعلومات بمصادر أخرى. ايه نتيجة لما أنا أقارن بمصادر أخرى؟ طبعا هنا بتاع ده الحصول على معلومات دقيقة وشاملة. كمان عندي التأكد من صحة المعلومات. الاعتماد على مصادر غير موثوقة. ايه نتيجة ان انا اعتمد على المصدر غير موثوق؟ ده كده هنقول يصعب الاستعانة بهذا المصدر. ممكن اقول كمان اجابة تانية، الحصول على معلومات غير صحيحة. دلل وجود اختلاف بين المصادر الأولية والثانوية في جمع المعلومات. طبعا الاختلاف في الفترة الزمنية. يبقى كده عندي إذن الاختلاف في الفترة الزمنية، لأن أنا قلت لك إن المصادر الأولية مالها سجلت في نفس زمن وقوع الحدث. طيب المصادر اللي هي مصادر الثانوية سجلت بعد فترة من وقوع الحدث. الوحدة الأولى تمام ماشي. كده احنا خلصنا النهارده الحصة بتاعتنا، وبكده احنا نكون انتهينا من الوحدة الأولى. اشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. كان معاكم ميس خلود طه، وانتهينا في منصة اديون. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت طالب 5 ابتدائي ركز معايا كويس قوي، تعالى معايا ألملك التضاريس. يلا بينا نشوف الخريطة التضاريس اللي انت حاسس ان هي معلوماتها كتيرة جدا. بص يا سيدي،
احنا عندنا كام وحده؟ 4. عندنا كام وحده؟ 4. وايه التضاريس دي؟ جبال هضاب سهول. مين هما؟ جبال هضاب سهول. اصغر واحده هي وادي النيل والدلتا. اصغر واحده هي وادي النيل والدلتا. ومنخفض الفيوم. اكبر واحده هي الصحراء الغربيه. اكبر واحده هي الصحراء الغربيه. اكبر واحده هي الصحراء الغربيه. دلتا واخده شكل مثلث. دلتا واخده شكل مثلث. يبقى الدلتا واخده شكل ايه؟ مثلث. يبقى الدلتا عندي واخده شكل ايه؟ مثلث. طيب والشريط الطويل ده هو مين؟ هو الوادي. وادي ايه؟ نهر النيل. نخلي بالنا من حاجه. طيب دي عندي اصغر وحده. الدلتا مهمه ليه؟ عشان فيها اكبر الاراضي الزراعيه في مصر، يعني واخده نص مساحه الاراضي الزراعيه. يبقى الدلتا شكل مثلث واخده كام من الارض الزراعيه؟ نص مساحه الارض الزراعيه. نص مساحه الارض ايه؟ الزراعيه. طيب الوادي اللي هو واخد شكل طويل كده، يبقى مين الديل الطويل اللي نازل ده؟ وادي نهر النيل. وادي نهر ايه؟ النيل. وادي نهر ايه؟ النيل. طب انا عندي تانية. عندي ايه؟ تانية. التانية دي اسمها اودية جافة. خلي بالك فرق ما بين الاتنين، من وادي نهر النيل ووادي وقنا. يبقى احنا كده خدنا الوادي وخدنا الدلتا. الدلتا واخده شكل مثلث وخدنا الوادي. منخفض الفيوم قلنا ده في الصحراء الغربيه، ولكن ده هنا بتوصل له ميه عن طريق ترعه بحر يوسف. عن طريق ترعه بحر ايه؟ ترعه بحر يوسف. عن طريق ترعه بحر ايه؟ ترعه بحر يوسف. يبقى احنا كده اخدنا اول حاجه وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب اتكون بسبب ترسيب ميه نهر النيل. يبقى مثلث دلتا فرع طويل الوادي. مثلث دلتا فرع طويل الوادي. اكبر وحده الصحراء الغربيه، فيها جبال، فيها هضاب موجوده. طيب الشمال مرمريكا. اللي في الشمال عندي اسمها ايه؟ مرمريكا. الشمال عندي اسمها ايه؟ مرمريكا. يبقى اللي في الشمال عندي اسمها ايه؟ اسمها مرمريكا. طب اللي في الجنوب اسمها ايه؟ في الشمال عندي اسمها مرمريكا. في الشمال عندي اسمها مرمريكا. في الشمال عندي اسمها مرمريكا. في الجنوب بالجيم. في الجنوب ايه؟ بالجيم. يبقى هي اسمها الجولف الكبير. اسمها الجولف الكبير. في جبل برضو عندي بالجيم. فالجبل عندي جبل العوينات. يبقى انت فين؟ في المكان الكبير. المكان الكبير بتاعك اسمه الصحراء الغربيه. اسمه الصحراء ايه؟ الغربيه. اسمه الصحراء ايه؟ الغربيه. بالجيم. جولف كبير. جبل العوينات. جبل ايه؟ العوينات. يبقى الجبل جبل واحد، هضبه هضبتين. جبل واحد، هضبه هضبتين. منخفضات قلنا دي ارض منخفضه في وسط الصحراء، في واحد منهم ما بيعيش فيه السكان واللي هو اكبر واحد. مين هو؟ القطاره. طيب نذاكرهم ازاي؟ بص يا سيدي، سيوه ركبت القطر. سيوه ركبت ايه؟ القطر. سيوه ركبت ايه؟ القطر عشان عايزه تروح البحر. حصل لها فرفرت. حصل لها فرفرت. كانت داخله قالت انا خارجه. كانت داخله قالت انا خارجه. يبقى سيوه ركبت القطر عشان عايزه تروح البحر. حصل لها ايه؟ فرفرت. كانت داخله قالت انا خارجه. دي كده الصحراء الغربيه. خدنا اصغر واحده واكبر واحده. غربيه اعرفها منين؟ على ايدك الشمال في الخريطه. على ايدك الشمال فين؟ في الخريطه. طب الصحراء بقى الشرقيه. الصحراء الشرقيه عندي صغننه واقفه جنب البحر الاحمر على طول. عندي هنا في البحر الاحمر جنبه جبال. جبال على اسمه. اسمها جبال البحر الاحمر. اسمها جبال البحر الاحمر. عندي جبل جوه قمه جبليه، ده اعلى قمه جبليه فيه، اللي هو مين؟ شايب البنات. شايب ايه؟ البنات. حكم عليك في البحر الاحمر. حكم عليك لما لعبت كوتشينه. اتحكم عليك بالشايب. لما لعبت كوتشينه اتحكم عليك بالشايب. طب اوديه جافه زي وادي قنا. اوديه جافه زي وادي ايه؟ قنا. اوديه جافه زي وادي ايه؟ قنا. اوديه جافه زي وادي ايه؟ قنا. تمام كده؟ دي الصحراء الشرقيه. طب في هضاب؟ في هضاب. مين هم؟ بتربي معزه في الشمال. بتربي معزه فين؟ في الشمال. والهضبه عندك اسمها هضبه المعازه. وعندك عبابده في الجنوب. عندك عبابده فين؟ في الجنوب. عندك عبابده فين؟ في الجنوب. عارف كده لما تقول لصاحبك انت عايش حياه العبيد، يبقى انت كده العبيد دول موجودين فين؟ في الجنوب. يبقى الهضبه معزه في الشمال اللي هي المعازه، وعبابده في الجنوب اللي هي العبابده. تمام كده؟ شبه جزيرة سينا. شبه جزيرة ايه؟ سينا. سينا عندي بالسين. سينا عندي بايه؟ بالسين. فهي عندها جبلين موجودين في الجنوب. موجودين فين؟ في الجنوب. موجودين فين؟ في الجنوب. طيب مين هم؟ موسى وسانت كاترين. موسى وايه؟ سانت كاترين. يبقى سينا عندي بالسين. سينا عندي بايه؟ بالسين. عندها ايه؟ موسى وسانت كاترين. موسى وسانت كاترين. طيب في الوسط عندي هضبة اسمها هضبة التيه او التيه. هضبة ايه؟ تيه او التيه. يبقى موسى وسانت كاترين في الجنوب. موسى وسانت كاترين في الجنوب. طيب لو في الوسط هضبه اسمها هضبه التيه. هضبه اسمها هضبه التيه. هضبه اسمها هضبه
تيه في أودية جافة اللي هو وادي العريش، زي محافظة العريش على نفس اسمها، يبقى هو وادي ايه؟ العريش. عارف لما يجي عريس مثلا بدل كلمة عريس هتكتب كلمة عريش، يبقى هي اسمها ايه؟ عريش. في الشمال على نفس الوزن والقافية، في الشمال جبل الحلال، في الشمال ايه؟ جبل الحلال، في الشمال ايه؟ جبل الحلال، جبل ايه؟ الحلال. يبقى شبه جزيرة سينا بالسين في جبلين موسى وسانت كاترين، في النص عندي هضبة تيه بيقطعها وادي، بيقطعها وادي اسمه ايه؟ وادي العريش. في الشمال جبل الحلال، في الشمال جبل ايه؟ الحلال، في الشمال جبل ايه؟ الحلال. طيب المنخفضات بعيش فيها على الميه الجوفيه. لميت لك الخريطه كده انت معايا تمام.